أهلا بيكم في المنتور تريدر. ناس كتير بتسأل إيه هي الخيارات الثنائية أو الباينري أوبشن. الفيديو ده أنا عامله علشان حاجتين. أولا هشرح سريعا إيه هي الخيارات الثنائية والباينري أوبشن، وكمان هكلمكم عن رؤيتي الشخصية اللي أنا عايز أحققها، ولو حابب أنت تكون جزء منها وتقدر بيها تغير حياتك وتعمل وسيلة دخل إضافية ليك تساعدك أنت وأسرتك. سريعا إيه هو الباينري أوبشن أو الخيارات الثنائية؟ ببساطة إحنا بنتداول على أسواق مختلفة زي ما أنتوا شايفين هنا، أسواق كتير، وكمان نقدر إن إحنا نتداول على الذهب وعلى الفضة، ونقدر كمان نتداول على حاجات كتير زي أسهم عالمية، زي ما ستوكس هنا زي ما انتوا شايفين، أسهم عالمية زي بوينغ شركة الطيران، فايزر بتاعت الأدوية، مايكروسوفت، فيسبوك، وهكذا. طيب الموضوع بيمشي ازاي؟ الموضوع بيمشي انه الشارت او الرسم البياني اللي انتوا شايفينه دون بيحكي قصة، والقصة دي هي تغير السعر مع الوقت. سعر بيصعد بيهبط، بيصعد بيهبط وبيستمر، وهكذا. وده انت هتعرفه في الكورس اللي انا بقدمه، اللي هو كورس المنتور تريدر. في الكورس دون انا بشرح بالتفصيل ازاي تفهم السوق وازاي تدخل صفقات ناجحة تحقق بيها ربح. وزي ما بقول دايما، انت محتاج مش بس تفهم، لكن محتاج متابعة يومية. عشان كده الكورس ده انا عامله لمدة 60 يوم، بعمل متابعة يومية ليك، بجاوب على اسئلتك وبدربك على حساب تجريبي لمدة 60 يوم بدون ما تخسر اي حاجة من فلوسك. على الحساب التجريبي بدون ما تعمل اي ايداع على المنصة، بتقعد تاخد يوميا 3 صفقات وانا بصححها لك، وببتدي افهمك الوضع عشان تخرج من 60 يوم دول وانت فاهم المجال، فاهم تدخل ازاي، وفاهم كمان ان حصل خسارة ازاي بتدير رأس مالك. لانه بقول دايما وبمنتهى الوضوح انه المجال فيه مكسب رائع وكمان فيه خسارة، فمهم ان احنا نكون بندير رأس مالنا صح. طيب انا هدخل صفقة سريعة. طب ايه قصة الدنيا بتمشي ازاي؟ هنا بحدد مبلغ الصفقة زي ما انتوا شايفين، مثلا هنا هدخل ب $300، وهنا بحدد وقت الصفقة دي لمدة دقيقة. بعمل ده ازاي؟ الاول زي ما قلنا بنحلل السوق، وده اللي انت بتتعلمه في الكورس بشكل وافي جدا، وبسمع اسئلتك عشان اتاكد ان انت فهمت كل حاجة بجاوبك عليها كل يوم. ببتدي احلل السوق وبتفهم حاجات كتير جدا، طرق التحليل. فبالتالي وانت بتحلل السوق فهمت انه مثلا هنا بعد لما انا حللت السوق هاخد صفقة هبوط. اخدت هنا هبوط زي ما انتوا شايفين لمدة الدقيقة. تعالوا نشوف ايه اللي هيحصل. ده التحليل اللي انا حللته، قلت هنا هدخل $300. لو الصفقة دي كسبت يبقى هيحصل اني هاخد $531 يعني ال 300 ارجعها واخد الباقي من ال 531، ده المكسب بتاعي. فاضل على اغلاق الصفقة زي ما انتوا شايفين 30 ثانية. ده هنا العداد اللي بيقول فاضل قد ايه على اغلاق الصفقة او اغلاق الشمعة، لكن انا اوريدي محدد الصفقة بتاعتي لمدة الدقيقة. خلينا نشوف ايه اللي هيحصل. فاضل 15 ثانية. انا هنا دخلت بصفقتين $300 يعني $600. خلينا نشوف ايه اللي هيحصل. فاضل 5 ثواني، 3 ثواني، ثانيتين. وكده قفلت الصفقة بربح $531 زي ما قلنا. كده كان تحليلي صح. كده سريعا ايه هي الخيارات الثنائية؟ مبنية على تحليل فني. انا بحلل السوق مش مجرد دخول كده، لان لو دخلت من غير ما احلل او من غير ما الاقي اسباب تأيد دخولي، هل بدخل
صعود من الزرار ده او هبوط من الزرار ده. لو انا دخلت من غير تحليل بيحصل خسارة. عشان كده الكورس ده مهم جدا انك تكون بتسمعه وبتحضره. الكورس ده ميزته انه متسجل، فبما انه متسجل هيساعدك انه انت تحضره في الوقت المناسب ليك، وتكون مركز معاه وتبعت لي يوميا اسئلتك، برد عليك يوميا، وبمشي معاك في المتابعة اليومية. كمان في الكورس ده انت بتتعلم إدارة رأس مالك، وده أمر مهم جدا 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 جدا. بمشيك فيها بشكل عملي، بحدد لك ليميتس تدخل بيها صفقاتك، وتاني بفكرك كل ده في الحساب التجريبي، ما بتخسرش ولا مليم. بعد ال60 يوم ببتدي اقول لك اوكي، انت فهمت، انت اتعلمت، انت مشيت معايا. ده لو انت مشيت في المبادئ اللي انا علمتها لك. ببتدي اقول لك اوكي، تقدر تبتدي تعمل ايداع وبالراحه، وابتدي تتحرك في المجال. دلوقتي انا عايز اشارككم برؤيتي، الحاجه اللي انا فارق معايا جدا ان حضراتكم تكونوا بتسمعوها. انا عندي رؤيه، الرؤيه دي ان انا عايز اوصل ل1000 شخص ادربهم. ال1000 شخص دول انا بعلمهم بشكل شخصي يوميا. ولما بعلمهم انا مش بس بعلمهم التداول، لكن كمان بساعدهم ان هم يتحركوا في حياتهم لقدام، ويبنوا شخصيات ينفع انه يواجهوا بيها الحاجات اللي بتحصل في الحياة والاحباطات اللي بتحصل حوالين، لكن يقدروا ان هم يكونوا متشجعين ويتحركوا لقدام في حياتهم. لما بعلم 1000 شخص المجال دون كده، انا خليت 1000 شخص يكون عندهم مصدر دخل إضافي يساعدهم هم وعائلاتهم. وممكن كمان المصدر الدخل ده يكون مصدر أساسي لو هم لقوا إن المجال دقوه ولقوا منه أرباح كويسة ويقدروا يخلوه مصدر أساسي. طب فكروا معايا كده ثانية، لو ال1000 شخص دول عبارة عن ليهم 1000 عيلة، لأن كل شخص ليه عيلته، يبقى أنا كده ساعدت 1000 عيلة. 1000 عيلة إنها تكون بتعيش بشكل أفضل، بتزود مصدر دخلها. طيب أنا عايز كمان أشارككم بحتة كمان. لو من ال1000 شخص ده كل واحد علم واحد، يبقى أنا كده وصلت كمان ل1000 شخص تانيين عدلوا مصدر دخلهم وزودوه. وال1000 شخص التانيين دول كمان كل واحد منهم ليهم عيلة، فإذا كده 1000 عيلة تانية بقت مصدر دخلها أفضل. وبكده أكون أثرت في 2000 عيلة، ده بالقليل. ده لو كل واحد بس استفاد وتعلم وعلم واحد، ده أنا ممكن الاستفادة تبقى أزيد وأزيد، ممكن يوصل لملايين الناس. حبيت أشارككم برؤيتي، وأنا نفسي إنه حضرتك أو حضرتك تكون واحد من ال1000 شخص دول اللي أنا نفسي يتعلم معايا وأتشرف إني أعلم. شكرا ليكم، يا ريت تبعتولي أي أسئلتكم، وأنا تحت أمركم في إني أجاوب عليكم. شكرا.